السلام عليكم ومرحبا بكم. اول فيديو ليا على القناه، افتتاحيه القناه ان شاء الله على ربي. بسم الله. راح ان شاء الله تشوفوا معايا كل ما يخص المراه. كما قلت لكم، كما شفتوا في البيو، عندنا خياطه، عندي طبخ، روتينات. ان شاء الله راح تشوفوا معايا فيديوهات فقط. ما عليك غير الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يصلك كل جديد، وجمل الفيديو وبارطاج في لي جروب فيسبوك ومع الاحباب ان شاء الله باتعم الفايده. وكما قلت لكم خياتي، عاونوني بالبارطاج باش تكبر العائله تاعنا والقناه تاعنا تزيد توصل لعدد اكبر من المشاهدين. وهذه المره ان شاء الله راح نبداو. جبت لكم مملحه خفيفه تقدري ديريها مع لا سوب، ولا انا درت سوب تاع عدس احمر ما كنتش بارطاجيت معكم. كما قلت لكم فقط هذه فيديو للتعارف. ودرت معكم خياطه تاع ناب تاع طابله ولا غطاء طاوله، طابل دو باس. ان شاء الله راح تشوفوه معايا مع واحد التدبيره والحيل. كما قلت لكم كل مره ندير لكم حيله من الحيل، وهذه المره ان شاء الله راح نبداو. بسم الله، نصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى. راح تشوفوا معايا كل شيء بالتفصيل. الحاجه الاولى اللي نبداو فيها، كل امراه خياطه سي نورمال كملي غداك وعشاك ولا عشاك ولا واش عندك، ومن بعد روحي تلهي الخياطه تاعك. انا يا بسم الله، كما قلت لكم صلوا وسلموا معايا مع الحال على الحبيب المصطفى في تعليق هكا باش ندو كامل الاجر. المهم انا عندي بان دو بيس ولا هذا خبز التوست. عندي فورماج تاع الطلي عادي. انا كنت استعملت موندور 3 فورماج. نبدا ندهن هذا البان دو مي، ما درت له والو. اللي يحبوا يديروا، اللي ما يحبوش كل واحد والذوق تاعو. ودرت معاهم الطون تاع الطوماط، طوماط عادي، طون نورمال. ومن بعد راح ندير عليه طرونش تاع الفورماج، وندير لا سالاد اللي عندي، وندير طوماطيش كل وحده والاختيار تاعها. عندك فيونداشي ديري فيونداشي، عندك دجاج اشي ولا دنداشي ديري كيما حبيتي. المهم حاجه خفيفه باش نجوزو بها لي سوب. كما نعرفوا زمان تاع الشتا يبغي لي سوب ويبغي بزاف هاد المملحات. درت هاد الطرونش تاع فورماج تاع سلايس. وعندي هذه لا سالاد فريزي كتبقي لي، نديرها كل واحد والذوق تاعو. انا نخير وريقات يكونوا شابين، ومن بعد راح ندير وحدين ندير فيهم الطوماط، وحدين ندير فيهم الطوماط، كل واحده على حسب الذوق تاع افراد العائله تاعها. كاين اللي يحبوا كيما هكا غريي ياكلوهم على سوب عادي، تقدري تقريه فوق مقله دير فيها شويه تاع الزبده، وديري فيها شويه تاع الملح وزيت زيتون مع دنوس. ندير معكم ان شاء الله الوصفه وتقريها ويجوزوا بها اللي يبغوا القرماشه. شوفوا انا نقسمها على 2. شوفوا ما كنتش نحيت اللي شيت عادي، كل شيء مونجابل. شوفوا نحطو بجيه، والثانيه بنفس الطريقه ندهن بالفورماج ونزيد عليها الطون ونزيد سلايس. ومن بعد ندير هذه درت فيها طوماط سيريز على حسب افراد العائله تاعك. انا عائله صغيره، كل وحده كما قلت لكم على حساب الذوق تاعها وعلى حسب عدد الافراد. الوحده دير قيس باش ما تقعدش معك الماكله ولا تصبح معك. شوفوا انا ندير ثاني في هذه الجهه الثانيه اللي نغطي بها الحبه باش تلصق معايا برك في الفورماج والطون. شوفوا نزيد ندير كميه تاع الطون وندير سلايس ونغطي كما قلت لكم. نزيد سلطه ونزيد طوماطيش تاع طوماط سيريس كانت باقيه لي. شوفوا معايا كما قلت لكم اي وحده عندها مشروع ولا حاجه، كملي الماكله تاع وليداتك، بداي بكري عليها هي الاولى، ومن بعد روحي خدمي شغلك هكا تكوني اليز. يجي وقت الفطور ولا العشاء سقي لهم وماش راح يشد معك وقت كبير. شوفوا ندير سلايس كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها الطوماط سيريس كنت درتها دي طرونش ركاك. تقدري ديري البصل، تقدري ديري كيما حبيتي. كما قلت لكم الاكل اذواق. نغطيها ونقسمها وراح تشوفوا معايا الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ونروحوا نشوفوا الجزء الثاني من الفيديو اللي وصلت معايا لهذه المرحله. صلي وسلمي معايا على الحبيب المصطفى، وكثروا من الاستغفار. يا ريت انكم ديروه لنا في تعليق هكا باش نذكروا بعضنا كل مره نصلوا ولا نستغفروا. حاجه مليحه ان شاء الله. هذه القناه كل مره اللي يتفرج واللي يدخل للقناه تاعي تتفكر الاستغفار والصلاه على الحبيب. شوفوا
هنايا هذه تاع طوماط. وكما قلت لكم راح تشوفوا معايا الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا. حاجه خفيفه، درت معاها انسوب تاع العدس الاحمر. شوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شكل راقي تقدري ديريها في شهر رمضان. نخليها تجي ونروحوا لحاجه واحده اخرى. انا عندي هذا القماش، هذا يديروا به القعدات، راح لي الاسم تاعو ولكن راح نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. انا ديت هنايا نص متر جاي دوبل لارج. عندي انا هنايا الطابله، القياس تاع الطابله ولا الميده لا تابل دو باس اللي عندك، ديري نفس القياس، زيدي في الطول وفي العرض زيدي من 30 حتى 40 سنتيم. انا زدت تقريبا 40 سنتيم. وهنايا لاستيس اللي حنديرها لكم، القماش كيكون يتسنسر معاك كويه بالنار كيما نقولوا. دوكا تشوفوا معايا البريكي انايا ما بغيتش نخدم ليه مليح، كانت تخدم نورمال، خدمت بها شويه ومن بعد نقص لها الغاز ولا ما على باليش. المهم رايحه تشوفي معايا استيس بزاف شابه، تحكمي الغاز عادي، النار الكويزينيير اللي عندك، نحو هذاك الكانون وتبداي تفوتي عليها كامل على لي كوتي. كما قلت لكم البريكي ما تخدم لكمش غايه، تفوتي على كامل لي كوتي ورايحه بالنار تجوزي عليها باش تحبسي هذاك التسنسير ولا هذاك يبدا يتنسل معك الخيط، باش كي تخيطي اليز كما راكم تشوفوا. حتى اللي كملت كامل شوفوا كيفاش راهي انفينيا الحواشي كي كويتهم بالنار. نروح ندير لهم كفه ساير داير على هذاك لا ناب. ديري الكفه بالماشينه تاعك. شوفوا معايا هنايا نبدا ديري الخيط على حساب القماش، هذه ضروري. شوفوا انا بديت درت الكفه بجهه ونزيد الكفه الثانيه كما قلت لكم ساير داير. ورايحين نديروا لا فينيسيون تاع لا ناب تاعنا، ما يشدش معكم وقت كبير. شوفوا ندير العطفه هذه كما راكم تشوفوا ولا الكفه كل وحده كيفاش تسميها. بداي ببوين داغي وبداي تخيطي عادي. انا نصور بجيه ونخيط يصور بيد ونخيط بيد نغبنت شويه. المهم كما قلت لكم هذه هي الفيديو الاول توجور يكون فيه هذو المشاكل. المهم ان شاء الله على قريب راح نشوفوا فيديوهات احسن. شوفوا بداي تخيطي توجور كي ديري الكف وخرجي شويه، ما تروحيش في الوسط ولا روحي على الحاشيه تاع القماش. شوفوا بهذه الطريقه. هنايا بعد اللي كملت كامل الكفه شوفوا معايا هاد الحفصه. شوفوا تبداي تدي القرن مع القرن شغل راكي على الكفه ماشي على الوجه. شوفوا تثنيكي من هكا تحسبي 3 سنتيم وديري شغل مثلث. دوكا تشوفوا معايا شوفوا هنايا ونثني هنا تحسبي 3 سنتيم. شوفي معايا ديري هكا. من بعد دوكا نجيب ستيلو وندير لكم وين رايحين نخيطوا. شوفوا معايا نجيب انايا ستيلو هنايا بالمتر ديري 3 سنتيم مسطره ولا متر اللي عندك. شوفوا هنا نسقمها نديرها سوا 3 سنتيم. شوفوا 3 سنتيم هذيك الزياده تاع الجهه تاع الكوان تاع العطفه ولا تاع الكفه هذيك اللي شفتو ثنيتها. من بعد تحكمي بالستيلو ولا ايبانغل كيما حبيتي وديري وين كاينه الجهه المعوجه. شوفوا نعاود معاكم نحب نفهمكم تري بيان. تدي 3 سنتيم تفتحي كيما شفتوا وتدي على الجهه اللي فيها الخياطه ماشي الوجه 3 سنتيم وديري نقطه تثنيها المثلث هكا. شوفوا معايا من بعد نروحوا للجهه العوجه هذه. شوفوا ديري خط هنايا رايحين نخيطوا وكا نعاود نوضح معاكم تري بيان. شوفوا ولا تحكمي بالايبانغل. هنا حكمت هذا المثلث بالايبانغل هكا باش ندير الخط تاعي اليز. شوفوا ديري خط نحي الايبانغل ونروح نجوز عليها بالخياطه. شوفوا هنايا ديري لازم ستيلو ما يكونش كيف مع القماش باش تعرفي وتشوفي يبان لك. وهنايا نروح نخيط في الماشينه. شوفوا ديري بوين داغي ومن بعد بداي تخيطي. شوفوا معايا انا درت باج في الباج بهذه الطريقه وتغلقي
ومن بعد نروحوا شوفوا بعد اللي خيطنا تروحي بالمقص تنحي هذا المثلث الزايد. شوفوا معايا نقصص نحي هذو الخيوطه الزايدين ونعاود نثنيها للوجه. خرجي هذاك القرن شوفوا بالمقص ولا بالستيلو. شوفوا هنايا تجيك زاويه قائمه، تتشكل لك زاويه قائمه بيان فيني. شوفوا توجور خرجي هذاك القرن بالمقص ومن بعد نروحوا نخيطوا نفينيوها من هنايا كما رانا درنا العطفه كما راكم تشوفوا. نروح نجوزوا عليها الخياطه باش تجي لا ناب تاعنا واقفه وتجينا شابه. وتوجور كي تبغي تخيطي الحديد من بعد اللي تكملي الخياطه جوزي عليها بالحداد باش تولي الخياطه تاعك شابه. شوفوا نبدا انايا بالماشينه ونروح نجوز الخياطه. ابداي توجور بالبوين داغي هنايا وتبداي نكمل انا كامل هذاك الكوتي نخيطو. وشوفوا هنا عاودت لكم باش تشوفوا بالتفصيل. ثنيتها وين كاين الكفه ندي 3 سنتيم ندير نقطه. شوفوا معايا نثني هذاك المثلث اللي كنت واسيته هكا ونعاود نديرو خط في الجهه العوجه هذيك. شوفوا ديري خط، هذاك الخط هو اللي رايحين نخيطو منه. شوف تخيطيها ومن بعد تروحي تمقصي تجبدي هذاك لو كوان وتفيني. شوفوا خيطيها هنايا ندير ايبانغل باش تشوفوا. شوف هنايا راكم تشوفوا راني الوجه مانيش في الوجه، مانيش نخدم في الوجه تاع القماش، راني في الظهر. نجيب الماشينه تاعي ونبدا نخيط. شوف بهذه الطريقه خيطي بوين داغي ومن بعد روحي كملي نحي انا هنايا لي بانغ وديري بوين داغي وحبسي نحي هذوك الخيوطه وبداي نحي هذاك المثلث الزايد. شوفوا هنايا ومن بعد راح تثنيها تخرج لك زاويه قائمه. نحي هنا بالمقص هنا هذاك شويه تاع الكوان باش يخرج لنا هذاك الراس باش يجينا باين. شوفوا هنا عاوني بالمقص ولا بالستيلو ولا اللي كاينه. شوفوا ومن بعد نجوز الخياطه. نكمل انا كامل بهذه الطريقه وراح نشوفوا ان شاء الله لاناب تاعنا بشكلها النهائي. شوفوا معايا هنايا بعد اللي كملت كامل الخياطه راح تخيطي على 2 سنتيم تقريبا ولا 2.5. المهم كملي كامل لاناب تاعك ونروح انايا نفوت عليه الحديد ولا الحداد باش تجينا الخدمه تاعنا نقيه. وهنا ملاحظه كاين بزاف قماش تاع لي ناب هذوك اللي يخدموا بهم لي زور ولا اللي يخدموا بهم القعدات كاينين دي موديل دي كاليتي تاع القماش حتى نحط لكم في صندوق الوصف اسماء تاع القماش تقدري تخدمي بهم لا ناب تاع الطابله. شوفوا انا درت لكم خلفيه هنايا باش تجي باينه معكم. شوفوا كيفاش راهي الخدمه متقونه ومتحوفه وتجيك واقفه اون شريتيه من برا باقل التكاليف. للملاحظه هذا القماش يدير 220 الف للمتر ولكن لا كلاس حاجه بزاف طوب وشابه. شوفوا الشكل النهائي تاع لاناب تاعنا. انا كنت درتو على طابله باش يجيني باين يجي بزاف شباب. شوفوا هذه هي الرشمه تاعو. شوفوا هنايا الخدمه الخياطه نحي كامل هذوك الخيطان وتجينا هذا لو كوان. شوفوا كيفاش يجينا مخدوم يجي بزاف هايل ويجي سوبر فيني. انا درت لكم صوره في هذا الكوتي وصوره وين كاينه قاعده تاع العرب كيما نقولوا حنايا وكتشوفوا معايا. شوفوا هنايا نعاود نعدت لكم هذه هي. والمره الجايه ان شاء الله راح ندير معكم بزاف فيديوهات بالماكينه الخياطه وبدون ماكينه خياطه. راح ندير معكم طبليه تاع المئزر تاع المطبخ باسكو رانا في ان شاء الله شهر رمضان. راح ندير لكم مشاريع لشهر يناير ان شاء الله فقط تكونوا في الموعد. شوفوا هنايا كما قلت لكم انا كنت درت عليهم هاد لاناب الخفيفه. الى عجبتكم هاد لاناب تاع لا دونتيل خلوا لي في الفيديو ان شاء الله في التعليق وراح ندير معكم كامل واش يعجبكم. شوفوا هنايا كيفاش اعطى نظره بزاف هايله
ودي انت خيري لاناب على حساب لا كولور تاع الصالون ولا القعدات اللي راكي دايرتهم باش يخرجوا لك شابين. شوفوا هنايا هاد لاناب كيما قلت لكم، الا حبيتوا ندير لكم فيديو ندير لكم بماكينه الخياطه بدون ماكينه الخياطه، وهاد لي ناب متعددي الاستعمالات راح ان شاء الله نحط لكم كامل فقط التفاعل باش نعرف روحي واش ندير معكم لي فيديو. هذه هي كانت الوصفه تاعنا او كان الفيديو تاعنا تاع الخياطه. ان شاء الله الوصفه والفيديو يكون عجبكم والافكار تاع الخياطه تاع نهار اليوم. هذا الاول فيديو تاعنا. هكا وصلنا لاخر الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وفيديو تاع لاناب ولا غطاء الطاوله يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجي الفيديو بتاعهم الفائده ويوصل الفيديو لعدد اكبر من المتتابعين. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. سلام.